الأديب جمال حاتم. الشاعر رقم حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان الناس في انتظار وجهة نظرك في التغييرات الجديدة للمنتخب المغربي. بص، أنا سعيد جدا باللي حاصل على الرغم أني لم أرتب له بهذه الطريقة. تمام. كنت أتمنى استمرار وليد الركراكي، ربما لأني أديب، يعني تلاقي برضو في جزء عاطفي في تفعيلي لأمور الحياة. لأن أحيانا حتى بيجي واحد من أخواتي الصغيرين بيضحك عليا، بس عشان أنا بحبه وعارفه بيضحك عليا بيعديها لي. هو عارف إن بيضحك عليا. إنما وليد الركراكي مدرب كبير. كلام جميل جدا. فعل المغرب ما لم يستطع فعله إلا القلائل في تاريخ الكرة الأفريقية عامة يعني. والعربية. فأنت هنا مثلا يعني عندك مين أسماء كبيرة في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية؟ وصل ضيف عليهم الركراكي. عندنا حسن شحاتة في الثلاثية التاريخية بتاعته، عندنا الجوهري، عندنا كام اسم ضيف عليهم وليد الركراكي قولا واحد. وليد الركراكي وصلك لرابع العالم في حلم وإنجاز حتى الآن يعتبر من الأفعال الإعجازية في كرة القدم. كلام جميل. لأن أي لعبة في الدنيا أساسا لها ضوابطها ولها دنيتها ولها الناس المميزين فيها ولها الناس اللي بتلعبها ولها الناس اللي حريفة اللي فيها ولها الناس اللي مدرستها دفاعية ولها الناس اللي مدرستها هجومية. مدارس عديدة جدا جدا. لم نرى أفريقيا بهذا العنفوان إلا عاد المغرب. كلمة حق لابد منها. يا أستاذ جمال، اللي عمل وليد الركراكي في 22 مع المنتخب المغربي مش هو مفتاح كأس العالم للشباب 20؟ هو الله ينور عليك. هو قبل ما يكون مفتاح كأس العالم للشباب وقبل ما يكون مفتاح كأس العالم إن شاء الله للمغرب وقبل ما يكون مفاتيح كتير جدا، هو فتح القارة السمراء على مصراعيها في أنها تستطيع يا أخي. دي قارة عندها تقدر تعمل حاجة بدل الفكرة السوداء اللي متاخدة عننا إن احنا ملناش حاجة في أي حاجة. ولكن هذه إشارة عبقرية منك يا كرم. ليه صح؟ أولا، مين فتح لمين هذا باب؟ كلام جميل. اكيد طبعا اللي عمل وليد الركراكي فتح الباب لكل الفئات السنيه الموجوده في المنتخب المغربي، 17 تحت 20 حتى البنات كمان، فتح لهم الباب انهم يعملوا حاجه وبقى عندهم طموح للذره يا اخي لابعاد ما حدش يتخيلها. ولكن هذا الطموح تاكد على يد وهبي حينما حصل لكاس العالم. كلام جميل. فمين اثر في مين ما يهمنيش، اذا كان الاخ الكبير اثر في الاخ الصغير او العكس، في النهايه هيصب في البيت. كلام جميل. ما انت في النهايه هتصب في البيت. في النهاية صب فين؟ صب في كرة القدم المغربية. كلام جميل. وبرضه هل هذا التأثير انتقل بشكل أو بآخر بحيث أنه يكون مؤثر أيضا في تنظيم الكان؟ طبعا. أن تكون بهذا المستوى العالمي في قطر 22 لابد أن تكون بهذا المستوى العالمي في الكان 25-26 في التنظيم والاستقبال واللعب العالمية والأكل والشرب والاحترام والوجاهة ووجهة النظر رغم كل ما حدث. رغم كل ما حدث طبعا. يعني أنا أقول لك على حاجة، احنا الآن أمام مرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية ندشن له الآن. واحنا عامة الآن في مرحلة جديدة من العالم بيدشن له حاجات كتير جدا بجملة كرة القدم بالمرة. كلام جميل جدا. طيب، محمد وهبي مدير فني للمنتخب المغربي، وجهة نظرك؟ أرى أن الرجل هو رجل المرحلة وإن كان مضغوط. الضغط الشديد على وهبي تتمثل في إنه عنده 2-3. صحيح عندك قماشة رائع جدا، بس هي القماشة لا تكتفي فقط. أنا أعرف أخيط يا أكرم، حب الخيط. القماشة لا تكتفي بجودة القماشة بس، لا، والفتلة اللي تربط بين الاثنين. كلام حلو قوي. ده لازم. ممكن قماشة قوية جدا والفتلة ضعيفة تشد التطر. فأنت دلوقتي عاوز تربط ما بين منتخب الشباب 20 وما بين المنتخبات السنية حتى 17 وما بين المنتخب الكبير وما بين محترفين من كل مكان بخيط من الحرير ما يمسكش غير محمد وهبي في ايده. هو اللي يقدر اساسا يلصم القماشه دي في بعضها ويعمل منها جبه مغربيه تتحدى المطر والعاصفه. ده مش سهل. الوقت ضيق. ولكن اعتقد الجامعه الملكيه المغربيه من الذكاء بمكان ان تختار وهبي. هل محمد وهبي اشطر مدرب في المرحله دي التعامل مع الجيل الشباب اللي طالع؟ هو سؤال بداخله اجابه، ولكن هي اساسا هنا في فرق ما بين الذكاء والشطاره. اتمنى ان اكون شاطر مش ذكي بس. طب احنا سامعين عن اسم جديد ما لعبش مع منتخب الشباب 20 سنه، احنا قلنا سفيان. لا اسمه سمير مرابط. سمير مرابط. طبعا. وده برضه اقول لك على حاجه من ذكاء وهبي. خد بالك وهبي هيعمل ايه؟ اقول يا عم وليد دي مرحلتك. انت فتحت الباب الكبير لينا كلنا. ده احترام كبير. طبعا. ممكن نخش اقول لهم اتفضلوا خشوا. وده كده اللي عمله في المؤتمر الصحفي لما سابه يتصور لوحده وساب المؤتمر الصحفي بعديها ب10 دقايق وقال عشان الراجل ياخد راحته. هو رجل المرحله يتكلم زي ما هو عاوز، ما يكونش فيه حزازيات. ترفع الطباعه على وليد الركراكي. طبعا ده ذكاء من وليد الركراكي.
واحترام لنفسه. كلام جميل. يا اكرم الواحد ما يشوفش الناس كبيره الا اذا كان كبير. مم. خد بالك من النقطه دي. فعلا. قدر الناس تقدرك. ويستحق التصفيق طبعاً. والاشاده. يا ابني الناس هي اساسا كره القدم الحديثه في المغرب، كره القدم الحديثه في افريقيا أرخ لها بمنتخب المغرب 22، أرخ لها بالرجراجي. مالك يا ابني؟ ده كلمه حق اصلا. كلام جميل. اللي يزعل يزعل. السامعين يعني في حوالي 4-5 اسماء من اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا مع محمد وهبي في كاس العالم تشيلي، ولي اسمه ضروري عثمان معمة لازم الاسماء دي تطلع لازم موجوده لازم. وياسين جسيم، وعندك ابو عوف طبعا. يعني اسماعيل ابو عوف. كل دي اسماء هتعمل اشبه ما يكون باعاده تنشيط وريد كره القدم المغربيه على مستوى المنتخب الاول. نشط الوريد كده الورك شغال، بس انت محتاج تنشطه عشان يكون اقوى واسرع. عندك قماش يا عم محمد، اتكل الله. هو أتمنى. طيب لو سالنا استاذ جمال، كان في اسماء كبيره جدا مرشحه. صحيح. زي تشافي ترشح وقال لك انا مش هينفع اروح عشان خاطر انا ما اقدرش امسك مشروع في منتصفه. انا عاوز مشروع من بدايته امتى يعني؟ بس بيتهيألي هو ما كانش من اوائل الترشيحات. لا حتى انيستا اترشح على انه يكون موجود في الجهاز الاداري برضه. وفي الاخر دي من المغرب. جواو بيدرو ماتشادو ساكرامنتو. وخد بالك ده اسم حلو جدا في كرة القدم. حلو موسيقي، بحب اقوله كتير انا. وعنده خبرات تدريبيه عاليه جدا. ده برضه اتدرب على يد سبيشال 1. وريني تقيل على فكره، وريني في كره القدم تقيل. طب انا عاوز اقول حاجه يا استاذ جمال. قول يا صاحبي. ان جواو ساكرامنتو تاريخه وانجازاته كبيره جدا. صحيح. كون ان هو يقبل انه يكون مدرب مساعد لمدرب عربي افريقي، دي حاجه توضح. لا دي حاجه تتحط تحتها 100 خط. هو هنا اساسا يقبل ان يكون مدربا مساعدا للمنتخب المغربي سيد افريقيا. كلام جميل. حط تحتها 100 خط. هو من الزاويه دي قاره كامله فيها 56 دوله. انت على راسها في القرى كره القدم. وخد بالك ده برضه دخل من الباب الكبير. انت ما راحش تدرب لي منتخبات ما عندهاش ملاعب، ولا منتخبات ما عندهاش مواصلات، ولا منتخبات فاكره الكوره مربعه. لا انت بتدرب فريق كبير. فهو برضه ده جزء رئيسي من السي في بتاعه. استاذ جمال، المنتخب المغربي في كاس العالم هيلاقي مساحه افضل من الكره الافريقيه؟ طبيعي جدا. اذا كنا احنا كمتفرجين هنلاقي مساحه افضل من الكره الافريقيه. ده في مباريات اتفرجت عليها في الكان الاخيره. يا عم انتوا مالكم يا عم؟ انت اتعلمتوا كره قدم فين؟ ايه كره القدم كده؟ مميزات محمد وهبي من وجهه نظر الاديب. والله من وجهه نظر الاديب محمد وهبي رجل يتكئ على خبرات. والخبرات دي كسبته كاس العالم. اخذها من قلب تشيلي ونزعها من الارجنتين في مفاجاه هي الاجمل والاروع. هذه الخبرات لابد من استغلالها للمنتخب الكبير، على الرغم في الوضع في الاعتبار المنتخب الصغير 20 عنفوان خبرات قليله. المنتخب الكبير خبرات قليله مع عنفوان اقل. طعم يا سيدي 2 مع بعض. طعم العنفوان مع الخبرات وعيش، هتعمل شغل عالي جدا. دي بدايه مشوار جديد لمحمد وهبي. طبعا محمد وهبي الكره المغربيه. خد بالك انا محمد وهبي مضغوط كتر خير. بس محمد وهبي اكيد قاعد مع مستشارينه، اكيد قاعد مع محللين اداء، اكيد قاعد مع وكلاء لعيبه، اكيد قاعد مع لعيبه، اكيد قاعد مع مستشارين، اكيد قاعد مع فوزي الاخجح، اكيد قاعد مع الجامعه الملكيه المغربيه عشان يوافق في هذه الفتره الضيقه على ان يكون مدربا للمنتخب المغربي. خاصه ان انت مش رايح تمثل تمثيل شريف. تعرف كلام رايح فين وجاي منين؟ انت رايح تعمل حاجه. وانت رايح تعمل حاجه انت مضغوط وهبي. بس هو هنا بتديني سؤال تاني يا استاذ جمال. يعني لبعض الاسئله اللي بتطرح، هو انتوا ليه مهتمين بكره القدم المغربيه؟ والله يا اخي انا بحب المغاربه وبحب اهلي. يا اخي انت مالك؟ في ناس بتسال السؤال ده فعلا، انت مالك؟ انا هتكلم في كره القدم في الوطن العربي عن مصر والمغرب. يا عم لسه في 21 دوله، في 20 دوله ثانيه، روح اتكلم عن كره القدم الموزمبيقيه. ماله هو يعني؟ ويمكن احنا يعني هات لي دلوقتي اي فريق كره قدم افريقي او عربي، شد ايدك عليه كده وقول الله شو كره القدم، هات الحق احنا عندنا مشروع، حاجه تفتح النفس. اخويا بالدم وبالعرق وبالدين وباللغه وبالجغرافيا وبالبطيخ وبكله. انت زعلان منين؟ انا بشجع المغرب، ده حاجه ترجع لي. هسقف لك وهفرح لك ده المفروض الانسان السوي يفرح لاخوه، ده المفروض الانسان السوي. احنا قبل كاس العالم تشيلي خدنا انتقادات، وبعدين بعد المغرب ما فازت بكاس العالم قالوا لنا احنا اسفين.
وكاس العرب واحنا اسفين وفيها رجاله فيها جماعه يا عم، ولا تتاسف ولا حاجه من الاول. حتى في الكان يا استاذ جمال بين اول مباراتين، اول مباراه قالوا منتخب المغرب مش هيوصل للنهائي، قلنا لهم لا هيوصل. يا عم ده في نهائي الكان انا في واحد قاعد ورايا في القهوه كان على سنه ثانيه هسكعه بس. ناس مستفز اقسم بالله، ما فاهمش اي حاجه في اي حاجه. عادي يا عم، هو حر. ومش معنى حبنا للمغرب كرهنا لاي حد تاني. يا ريت تحتها 100 خط النقطه دي، يا ريت تفهم. ولكن اخويا ناجح فبسقف له. المفروض حب لاخيك السويه النفسيه كده، حب لاخيك. انا عن نفسي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشوف المشروع المغربي اعلى واعلى. امين يا رب. وكل مشروع عربي بامر الله عز وجل يفرحنا بامر الله عز وجل. سعداء ليه. يا عم اكرم، يا عم اكرم، يكون معاك دلوقتي 20 اخ، واحد يا عم معروف عنه انت لما تصدره في مشكله بيحل. واحد معروف عنه لما توديه شرفني توديه السوق يجيب الحاجه اللي محدش يجيبها بنص الثمن. واحد عارف ان انت اساسا لما توديه مشوار اداري له علاقه بالتفاصيل الاداريه في الدوله يحلها وذوقه كلام. واحد في المشاكل اللي تتحل بكلمتين يحلها بربع كلمه. واحد مميز في دي ما كله ده بصب لي انا كعربي في النهايه ان يكون الدول العربيه كل دوله مميزه في شيء. انما يا كل حاجه لا شيء طمع فاضي. عايز تقول حاجه ثاني؟ عايز اقول سعيد اني شفتك، ما سيبنيش نايم 4 ايام تاني يا اكرم. حياك الله. الله يرضى عليك يا كرم. شكرا. الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحبي.